إنسانيا في السودان. كشفت شبكة أطباء السودان عن تسجيل 32 حالة اغتصاب لفتيات من الفاشر خلال أسبوع واحد بعد سيطرة قوات الدعم السريع على المدينة. من جهته قال المدير التنفيذي لمحلية دم حاج أحمد في ولاية شمال كردفان إبراهيم محمد للجزيرة، قال إن 5000 شخص نزحوا من المنطقة بسبب هجمات قوات الدعم السريع ونهبها لممتلكات المواطنين وفق قوله. دخلوا محلية أمدم وأصوا فيها فسادا كبيرا، الأمر الذي سبب في نزوح عدد كبير جدا من المواطنين في اتجاهات مختلفة. جزء كبير جدا تقدر بحوالي 5000 نازح من محلية أمدم إلى المناطق المختلفة، سواء كان أم درمان أو النيل الأبيض أو أم روابة أو الأبيض، وكثير من الناس في القرى المجاورة والزراعات اللي حول مدينة أمدم.